السلام عليكم. عندي مراية اتكسرت ومش هرميها وهعمل فكرة بيها، وقلت اشارك معاكم الفكرة تستفادوا معايا من نفس الفكرة اللي انا عملتها. لو عندك مراية اتكسرت وهترميها تستغليها زي ما انا استغلتها وعملتها، او حولتها لفكرة ديكور وشكل كمان يستخدم، مش هتبقى منظر كده على الفاضي، لا هرجع تاني استخدمها ومش هتكون فيها اذى لاي حد. زي ما انت شايفة كده، هجيب كرتونة ومقص وهبدأ اخد مقاس المراية اللي اتكسرت عندي، واقص الجزء بتاع الكرتونة على قدها زي ما انت شايفة كده، وهقص الكرتونة. وبعد كده هاخد المراية وهاجي على الظهر بتاعها والزق الكرتونة عليها بالشكل ده بالمسدس الشمع، او لو عندك اي شمع عندك تلزقي بيها، او اي مادة لاصقة تانية عايزة تلزقي بيها، تمام. وده خرز ايا كان بقى، عايزة تستخدمي الخرز اللي انت عايزة تستخدميه تزيني بيه المراية، آه تمام، اي نوع متوفر عندك تستخدميه. وهاجي بقى عشان الجزء موارب، فانا هاجي امشي على الكرتونة، انا مطلعه شويه من الكرتونه علشان اطلع الخرز عليها، بحيث ان لما اجي الزق بقى اللي على الاخر المرايه، لاخر المرايه، الخرز يبقى كله في مستوى واحد. يعني انا طلعت جزء من الكرتونه، قصدي ان انا اطلع جزء كده باين عشان الزق عليه الخرز، بحيث اللي تكون المرايه نوعا ما الخط ماشي مستقيم شويه، ما يكونش عامل شكل مثلث قوي، لا يكون منتظم شويه. وجيت من تحت، ولو الخرزة كانت اكبر من كده كنت ممكن اكتر الكرتونة اكتر وازود، لكن على حسب حجم الخرزة اللي عندي، كانت دي اكبر مقاس خرزة عندي، ف طولت الكرتونة على قده، ما كانش ينفع اطول اكتر من كده، وخلاص الشكل المربع بتاع المراية او بقى عامل مستطيل شوية، بقى شكله حلو، مش شكله غريب وجايب بشكل مثلث او مش متوازي، لا شكله بقى منسق كده وشكله حلو. زي ما انت شايفه كده، خلاص لزقت الخرز بالشكل دوت، وهاجي بقى عندي عيدون شيش، عيدين خشب بالشكل ده، هاجي الزقهم عكس عكاس المرايه من فوق كمنظر كده، شكل من فوق. عندك مش عندك تمام، بس انا قلت متوفر عندي فالزق، ومنها كمان تبقى علقه الاكس اللي من ورا، اقدر اعلق منها في اي مسمار المرايه، عشان مش هحطها على ترابيزه، لا انا هعلقها بالشكل دوت. انا علقت المرايه اللي كانت مكسوره وكانت خلاص هتترمي بالشكل دوت، استخدمتها ورجعتها تاني شكل احلى كمان من ما كانت موجوده عندي. بصوا، طبعا الاكس اللي انا عاملاه بالخشب دوت عاملاه يتعلق منه المرايه، فكمنظر وكمان كتعليقه للمرايه. وزي ما انتم شايفين مديه شكل مربع للمرايه نوعا ما، مش باينه اللي هي كانت يعني مكسوره بطريقه ورب قوي، فالمنظر جاي منسق شويه ومنمق وشكله احلى. لما زودت قطعه من الكرتونه تكون ظاهره شويه وحطيت عليها الخرز بالشكل ده، مش عارفه اسمه ايه نوع الخرز ده، انا بقول عليه خرز. اشوفكم في فيديو جديد بقى، وعايزه اوريكم كمان عملت فكره كمان قبل ما اقفل الفيديو ده. حته مرايه الفايضه من علبه مكياج خلصت عندي، بدل ما ارميها قلت استغلها كمان واعملها شكل كده لكوبس النور. زي ما انت شايفه كده، حطيت لها المنظر ده وحطيتها فوق كوبس النور، ادت منظر حلو قوي مع حته خرزه بدل ما كنت ارميها. وعلبة المكياج كانت فيها، انت طبعا بنستخدمها ممكن زي ما هي اما المكياج يخلص كمراية في الشنطة، بس ما كنتش محتاجاها، فقلت اعمل منظر بيها وشكل مختلف بيها. واشوفكم في فيديو جديد وإعادة تدوير جديدة، وسلام.